اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يلا بينا نعمل مع بعض رز بلبن المحلات. هنعمله بوش مكرمش وجميل جدا وبطعم ولا اروع من كده، وكمان هنزينه باشكال حلوة جدا، وهنعمل ميكس ما بين الرز بلبن والصوصات هتخلي طعمه في عالم تاني. شايفين الرز بلبن؟ والله العظيم خطير. عايزة اقول لكم ان ده احلى واطعم رز بلبن ممكن تكونوا اكلتوه. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا. شايفين؟ هو قشطة سايح نايح في بعضه كده، جميل قوي بجد. على فكرة هو كله قشطة من غير قشطة اصلا، يعني انا مزودتش عليه ولا معلقة قشطة واحدة. وشايفين الشكل عامل ازاي؟ انا هستخدم هنا كمية كبيرة شوية، انا مستخدمة تقريبا حوالي 12 كيلو ونص. هي الحاجة دي طالعة لله. انا عايزة اقول لكم حاجة عن تجربة. والله بجد انت لو عندك امنية نفسك في حاجة، حاسه ان انتي مخنوقه، انتي في كرب او اهل بيتك في كرب، في حاجه في اولادك، اعملي اي حاجه وطلعيها لله. اي حاجه، لو حاجه بسيطه جدا، لو هتعملي حبه عصير وهتحطيهم في اكياس وهتوزعيهم، والله لو اقل القليل ربنا هتلاقيه بيرضيكي وهيرزقك وهيكرمك وهيطرح البركه في بيتك وفي اولادك. جربوا كده ومش هتندموا، وانا بقول لكم المعلومه دي عن تجربه والله. ربنا يا رب يرضيكم ويرزقكم ويعفو عنكم جميعا، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها. يلا بقى ندخل في الوصفة بتاعتنا. انا الكمية بتاعي قسمتها على 3 حلل. انا هديكم مقادير دلوقتي. مقدار الكيلو الواحد، الكيلو اللبن الواحد هنحط له نص كوباية رز، وهياخد نص كوباية سكر، ومعلقة واحدة نشا، وحبة فانيليا صغيرين. انا هنا بقى كنت جبت الرز بتاعي دبقته كويس وغسلته، وهبدأ بقى ان انا اوزعه في الحلل. الحلة الألمونيوم دي خدت حوالي 2.5 كيلو لبن، والحلة الستانلس الأكبر خدت حوالي 6.5، والحلة التانية خدت حوالي 4. هنا بقى كنت حطيت الرز في الحلة وحطيت المية بتاعه. احنا بنسلق الرز بنسويه كويس جدا قبل ما بنحط عليه اللبن. لازم الرز يكون مستوي معانا بالشكل ده. هنا الرزية كانت دايبة خالص. في المرحلة دي هبدأ ان انا احط اللبن بتاعي. احنا قلنا نص كوباية الرز اللي هي بتحط على كيلو لبن بنسويها في كوباية ونص مية. بنوطي عليه، بنحط المية والرز ونوطي عليهم، ما بنخليهاش واطية قوي، يعني درجة الحرارة تكون متوسطة على نار متوسطة، بس لازم يكون الرز متغطي عليه. واول ما يشرب المية كلها ويستوي معانا ويدوب هبدأ ان انا انزل باللبن. اللبن بتاعي انا جايباه لبن فلاحي، يعني مش من سوبر ماركت، علشان طبعا الفلاحي بيبقى كله قشطة وبيطلع معايا الرز بلبن مظبوط. انا بتعامل مع واحدة بصراحة لبنها حلو جدا، ربنا يبارك لها، لا بتغشه ولا بتعمل فيه حاجة. اللبن بتاعها بيبقى كله قشطة، بيطلع معايا طبقة قشطة حلوة جدا. وعلى فكرة السر الاساسي ان الرز بلبن يطلع معاكي بوش مكرمش وحلو، ان انتي تجيبي اللبن تنزلي بيه على طول، ما يكونش مغلي، يعني انتي ما بتغلوش الاول وتنزلي بيه على الرز. انا اللبن اهو فاضياه قدامكم، لازم انزل بيه كده. لبن جايباه صابح، جايباه عندك كان في التلاجة في الفريزر، بتسيبيه في عادي وتستخدميه عادي. وده اساسي انه يخلي الرز معاكي وشه مكرمش. لازم اللبن يغلي مع الرز، ما يكونش مغلي قبل كده. ولو مش متوفر عندك لبن فلاحي، انت ممكن تجيبي لبن من السوبر ماركت عادي، بس هتضطري ان انت تحطي له قشطه. في الحاله دي لازم تحطي له قشطه، يا اما بقى قشطه معلبه يا اما قشطه من وش اللبن، بس لازم تحطي قشطه. هنا بقى وزعت كميه السكر اللي عندي. احنا قلنا كيلو اللبن بياخد حوالي نص كوبايه سكر، ده لو عايزاه سكره مظبوط. عايزاه مسكر زودي بقى، هو السكر على حسب راحتك، بس الطعم المظبوط بتاعه ان كيلو اللبن بياخد نص كوبايه سكر. اول ما اللبن هيبدا يغلي كده معايا بنزل بالسكر وبقلبه تقليبه حلوه. بس انا في المرحله دي بقى الانبوبه شطبت مني فنزلت خدت الحلل دي كلها ونزلت عملتها عند حماتي، سويتها تحت. هنا بقى اللبن كان بيغلي، اول ما يوصل لدرجه الغليان انا بسيبه يغلي مثلا 5 دقايق كده. هو طبعا الرز مستوي فاحنا مش محتاجين نسوي فيه،
هو اول ما بيغلي 5 دقايق بس هنحط النشا. كيلو اللبن عليه معلقة نشا كبيرة، معلقة هرمية كده، بندوبها في شوية مية. برضو مش محتاجة ان انا احط لبن تاني، يعني انا ادوبها في لبن ولا حاجة، انا بدوبها بس في شوية مية. وبعد كده بحط النشا واسيبها، اسيبه يغلي بقى، بسيب النشا تستوي مع الرز ومع اللبن. انا بسيبه حوالي 10 دقايق، وممكن على فكرة تسيبيه ربع ساعة، ده لو عايزاه يتقل معاكي بزيادة. اول بقى ما بيغلي والنشا تستوي معاه بطفي عليه، وبعد كده بحط الفانيليا. انت لو حطيت الفانيليا وسبتيه يفضل يغلي هتلاقي الرز بلبن مرر معاكي جدا. فانت بعد ما بتطفي، بعد ما الرز بيستوي مع اللبن مع النشا، احنا بنطفي وبيبقى جاهز على الغرف، في الحالة دي حط الفانيليا واديله تقلبتين. انا هنا كنت خدت الحلل بتاعي كلها وطلعت فوق تاني وكملت الغرف فوق. الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. شايفين هنا جمال الرز بلبن عامل ازاي؟ قوامه حلو جدا. العين دي كانت فيها شعلة بسيطة كده، فحبيت بس ان انا اوريهولكوا وهو بيغلي. دي العين الوحيدة اللي كانت شغالة، كان مسموح ان انا ايد عين واحدة يعني. هنا بعد ما طفيت حطيت الفانيليا، وحسيت ان الفانيليا عندي مش مكفية فحطيت فانيليا سايلة، يعني الفانيليا البودر ما كانتش مكفية، حطيت فانيليا سايلة. بعد ما بتحطي الفانيليا بقى بتحسي ان الشقة كلها ريحتها بقت حاجة حلوة كده. ريحة الرز بلبن طبعا حاجة جميلة، اديتها بقى تقليبة حلوة. عايزة اقول لكم ان الرز بلبن ده من الحاجات اللي احنا بنحبها جدا، اقرب حلويات لقلبنا فعلا. وهو مغذي برضو، يعني انا بعمله الاطفال بتحبه عن الحاجات بقى الجاهزة اللي بره. دي حاجة انتي عاملاها في بيتك وعلى ايدك، فانتي عارفة انتي مأكلة ولادك ايه وعارفة انتي عاملاها ازاي. هنا بقى انا بحط فانيليا على باقي الحلل اللي معايا. هنا كنت خلصت واديتها كلها تقليبة حلوة كده عشان الوش بتاعها برضو ما ينشفش، وهفضل ايدي فيها، هفضل اقلب في حلة لحد ما اخلص باقي العلب اللي معايا، لان انا لو سبتها بحس ان الوش ناشف كده. هنا بقى انا كنت غرفت، كان عندي العلب دي فكنت حطيت فيها. انا كنت بقى طلعت في الصالة بره، حطيت الحاجة على السفرة وصورت لكم هنا الكمية اللي طلعت كلها. دي الكمية اللي طلعت من 12 كيلو لبن ونص. العلب اللي هي من غير غطا دي احنا جايبينها تقريبا الساعة 2 بالليل. الحاج صاحب البيت وهو جاي انا خليته يجيبها، رنيت عليه وطلبت منه علب، وما كانش فيه غير في السوبر ماركت اللي هي العلب بتاع الجبنة دي. فانا كان متبقي معايا رز بلبن وكنت عايزة اعبي فيها اي حاجة، وحبيت طبعا ان انا اقدمه بشكل حلو، فقلت هزوقه بالصوصات. دي الصوصات اللي كانت عندي اللي انا كنت مصورها لكم في الفيديو اللي فات بتاع سما. لوتوس ونوتيلا بيضة والنوتيلا العادية، وفي بقى حبة كريسبي كده كانوا متبقين عندي برضو فزوقت بيهم. وده صوص الفراولة وصوص الكراميل وصوص التوت. هنا كنت حطيت طبقة نوتيلا وكنت بقى بكمل بالنوتيلا البيضة. انا عملت شوية اشكال كده حلوين، انا عملت اكتر من شكل. وعلى فكرة الرز بلبن ما كانش محتاج اي اضافات، والله كان طعمه خطير جدا. هو كان قشطة، كأنك بتاكلي قشطة كده، كان تحفة. بس طبعا انتي مطلعة حاجة لله فلازم تطلعيها على اجمل وجه. والصوصات دي عملت ميكس حلو جدا 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 مع الرز بلبن، خلته حاجة تانية. وطبعا انا مسيحاها في زيت حلو، لا له طعم ولا له ريحة، ما ينفعش نحط فيها مية عشان هتبوظ معانا وهتخرز. ده كان شكل من الاشكال اللي انا عملته، والاطباق التانية دي برضو شكل من الاشكال. جبت هنا خلة بتاع الشيش طاووق دي، وبدأت ان انا اعمل اشكال راحة جاية او اشكال عشوائية زي ما انت عايزة. وهبدأ بقى ان انا ازين الشكل برضو من فوق بأي كريسبي بأي شوكولاتة. وكان متبقي برضو عندي اللي هو بسكوت الأوريو وبسكوت اللوتس، طبعا التقليد مش الأصلي، احنا في السليم طبعا، احنا مقاطعين. معلش على طول الفيديو، بس انا كنت حابة اوريكم بس انتوا ازاي بتزوقوا، وحابة كمان اوريكم اكتر من شكل.
وطبعا انت مش محتاجة ان انت تحطي صوصات، عادي جدا انت ممكن تحطي زبيب او جوز هند او سوداني او اي مكسرات عندك، فانت طبعا على حسب راحتك وعلى حسب اللي متوفر عندك. الحاجات الصغيرة اللي انا حطاها دي بسكوت بالشوكولاتة كريسبي حلو جدا. وده بقى كان الشكل النهائي، كان شكله حلو جدا. وهنا حبيت ازين برضو بالنوتيلا البيضة وكان طعمها حلو جدا، ودخلت معاها صوص الكراميل. انا هنا كنت بعمل رسومات عشوائية، وكنت هدخل بقى الميكس ببعضه، الشوكولاتة البيضة مع الكراميل بالخلة بتاع الشيش، هتدي شكل حلو قوي برضو. طبعا صوص الكراميل كان تقيل شوية، هو ده صوص جاهز مش انا اللي عاملاه، بس برضو قضى معايا الغرض يعني. كان عندي بقى بسكوت بالشوكولاتة مجروش كده، زينت بيه برضو، ده زي بسكوت الاوريو، ده البديل بتاعه. وهزين واحدة من بسكوت الاوريو برضو. وده كان شكل من الاشكال اللي احنا عملناها، شكله حلو جدا برضو. هندخل بقى على شكل تاني، ده صوص اللوتس. هنا كنت غطيت طبقة الوش بلبن كلها بالصوص. انا بمسك الطبق اميله بس يمين وشمال فالوش كله بيتغطى. ودي صوص الشوكولاتة البيضة، وده كان الشكل النهائي بتاعه، وانا عملت اكتر من شكل. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، لو سمحتوا شجعوني بلايك ودعوة حلوة.